بما اني بعتبر الطبخ من اهم الطرق اللي بنعبر بيها عن المشاعر والحب، هنعمل مع بعض النهارده بوكة الفراخ على الطريقه اليونانيه. هنطلع فيها كل طاقه الحب والمشاعر اللي جوانا ونقدمها للي بنحبهم ونقول لهم كل سنه وانتم طيبين. اول حاجه هنبدا بيها هي تتبيله الفراخ. في طبق فاضي هنحط 3 علب صغيرين من الزبادي، وبحب استخدم الزبادي في تتبيله الفراخ سواء كانت مخليه او بعضمها علشان بتحافظ على الطراوه بتاعتها حتى بعد ما تستوي. ولو مش متوفر عندنا الزبادي ممكن نستبدله بكوبايتين كبار من الحليب عليهم معلقتين كبار من الخل. ونرجع للتتبيله بتاعتنا، هنضيف على الزبادي نص كوبايه من الحليب، وبعد كده هنضيف عليهم نص ليمونه كبيره او ليمونه كامله صغيره. غير انه هيدي طعم مميز للتتبيله، هيشيل كمان اي طعم زفاره موجود في الفراخ. وبعد كده هنضيف عليهم فصين توم مفرومين، وممكن كمان نستخدم التوم البودرة بدل التوم الفريش، بس طبعا التوم المفروم بيبقى طعمه أقوى في التتبيلة. بعد كده هنضيف عليهم معلقتين كبار من الخل الأبيض. ومن أكتر الحاجات اللي هتدي تويست في الطعم للتتبيلة بتاعتنا نص معلقة الجنزبيل المفروم، وخصوصا لو كان فريش. بعد كده هنضيف معلقة صغيرة من البابريكا المدخنة، ومعلقة صغيرة من ال7 بهارات سواء كانت الجاهزة أو اللي متعودين تجيبوها من العطار، نص معلقة صغيرة من القرفة المطحونة، وعليهم معلقة صغيرة من الأوريجانو المجفف، معلقة كبيرة من صلصة الطماطم، أو ممكن نبشر طماطمية كبيرة ونضيفها للتتبيلة، أو ممكن نضيف الاتنين مع بعض. وبعد كده هنضيف معلقة صغيرة من الملح، وعليهم معلقة صغيرة من الفلفل الأسود. وآخر حاجة هنضيفها 3 معالق كبار من زيت الزيتون، ولو مش متوفر ممكن نستبدله بزيت ذرة. بعد كده هنقلب كل مكونات التتبيلة كويس جدا مع بعض. الوصفة دي هعملها بصدور فراخ كاملة تقريبا من كيلو إلا ربع الكيلو، وممكن نستبدل الصدور بالوراك لو حابين. بعد ما حطيت الفراخ في التتبيلة هغطيها واسيبها في التلاجة أقل حاجة من 3 ل 4 ساعات، والأحسن طبعا تبات في التتبيلة لمدة ليلة كاملة. بعد ما خدت وقتها في التتبيلة وعلشان نسويها، في طاسة سخنة هنحط زيت زيتون أو زبدة أو ميكس بين الاتنين مع بعض، ونبدأ نشوح الفراخ. هنحطها على كل ناحية حوالي 3 ل 4 دقايق، أو لغاية ما نحس إنها استوت وخدت اللون التحفة ده. وطبعا الوقت ده ممكن يتغير على حسب حجمها. ولغاية ما الفراخ تكمل التسوية بتاعتها، تعالوا نحضر مع بعض الصوص اللي هنقدمه معاها. في طبق فاضي هنحط علبتين صغيرين من الزبادي، عليهم معلقتين كبار من جبنة الفيتا، هنقلبهم كويس جدا مع بعض. وبعد كده هنضيف عليهم نص خيارة مبشورة مصفينها من المية بتاعتها، مع معلقتين كبار شبت مفروم، من أهم المكونات اللي بتضيف قيمة غذائية كبيرة جدا للوصفة بتاعتنا. نص معلقة صغيرة فلفل أحمر مجفف، ولو مش متوفر ممكن نستبدله بالشطة، مع رشة ملح وفلفل أسود. هنضيف عليهم معلقة كبيرة من عصير الليمون، ومعلقتين كبار من زيت الزيتون، ومعاهم فص ثوم مفروم. وبعد كده هنقلبهم كويس جدا مع بعض. الصلصة اللي عملناها دلوقتي دي هي صلصة يونانية مشهورة اسمها صلصة تزاتسيكي، بتتعمل أصلا بالزبادي اليوناني، بس لو مش متوفر ممكن نعملها بالزبادي العادي زي ما عملتها معاكم دلوقتي. بعد ما خلصنا تسوية الفراخ هنحطها في الطبق ونغطيها بورق زبدة وورق فويل ونسيبها ترتاح لمدة تقريبا ربع ساعة. وتعالوا بينا يلا نجهز البوكت بتاعتنا. استخدمت في الوصفة دي خبز التورتيه حجم كبير. هبدأ أول حاجة أحط الصوص اللي عملناه، حوالي معلقتين 3 صغيرين أو على حسب ما تحبوا. الصلصة دي على فكرة بتدي طعم خطير لأي حاجة بنقدمها جنبها، ومش شرط بس فراخ، ممكن نقدمها جنب لحمة أو حتى سي فود. عليهم خس متقطع، طماطم متقطعة مكعبات صغيرة، بصل أحمر أو أبيض متقطع مكعبات صغيرة. وبعد كده هنضيف الفراخ بعد ما قطعناها لشرايح، وممكن كمان نضيف عليها مشروم سوتيه أو تركي مدخن. بعد كده ضفت عليها جبنة شيدر مبشورة، وممكن كمان تضيفوا موتزاريلا. ودلوقتي هنبدأ نقفلها على شكل بوكت، وممكن نلفها رول، بس أنا حبيت شكل البوكت أكتر. ودلوقتي خلاص بقت جاهزة معانا. هنحمصها شوية في التوستر أو على الطاسة تقريبا لمدة دقيقتين، لغاية ما الجبنة اللي جواها تسيح والطبقة اللي من بره تقرمش. شكلها وطعمها تحفة. ممكن نقدمها مع بطاطس محمرة وباقي الصوص اللي احنا عملناه. وصفتنا دلوقتي جاهزة نقدمها للي بنحبهم ونقول لهم كل سنة وانتم طيبين. لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش تعملوا لها لايك وشير.